في الهسه واحنا نقول نشاهد، معليش كابتن، نشاهد الآن معكم مشاهدينا الأعزاء نزول ودخول الكابتن بدر المطوع وحضور هذه المباراة، وراح الآن يخرج من الخرطوش إلى الملعب لتحية الجماهير النصراوية. طبعا الكابتن بدر المطوع في فترة ماضية تعرض لإصابة، نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل في الدوري الكويتي. وراح نسمع الآن ونشاهد تحية الجمهور النصراوي للكابتن صاحب الأخلاق العالية، صاحب المستوى المميز، الكابتن بدر المطوع. نتكلم كابتن ماجد، هذا الوفاء كنا نتكلم بداية الاستديو من قبل الجماهير النصراوية، الآن لاعب نصراوي سابق بدر المطوع يحضر هذه المباراة وهذا التتويج، كيف تعلق؟ طبعا ما في شك، هذا يرجع الى اللاعب نفسه، انه لاعب وفي واتى من الكويت الى الرياض الليله هذه ليحضر تتويج النصر. بالعكس هذه مشاعر جميله جدا ويشكر عليه يعني. كابتن يوسف، علاقتنا احنا بالنصر، احنا الان لنا اكثر من 40 سنه، احنا لنا الان 40 سنه في نادي النصر، العلاقه اللي بيننا وبين نادي النصر علاقه ابديه. فانا اعتقد انه من دخل وتعامل مع الجماهير النصراويه والبيت النصراوي، انا اعتقد انه حيكون العلاقه متواصله وحميميه. طيب وحتستمر. واذا طلع واحد يقول لك والله ماجد ولا يوسف في الاستوديو نصراويين، اكيد نصراويين احنا بس لكن اذا جينا نحلل نفصل عاطفتنا وبين الميول، لكن في الاخير معروف احنا مشاهدتنا فيكم كبيره واحنا معروفين يعني. بالتاكيد. لكن هل نقدر نقول عوده، قبل ما نتكلم نرجع للامور الفنيه، عوده بدر المطوع او عفوا مجيء بدر المطوع لهذا اليوم في هذا التتويج في هذا الاحتفال والكرنفال للفريق النصراوي، ممكن يكون عربون لعودته للموسم القادم؟ ما ادري، الله اعلم، لكن هو لفته جميله منه هو انه يحضر التتويج النصر في الملعب. النصر يحتاج الموسم القادم كابتن؟ والله النصر يحتاج لاي لاعب مميز، طيب نرجع مرة ثانية مشاهدينا الأعزاء إلى الزميل ماجد التويجري، وبجواره اللاعب الذي صارت حول ضجة كبيرة في الأيام الماضية الكابتن خالد الغامدي. التحية لك ولضيفك ماجد، تفضل. خالد الغامدي اللي وقع